في عالم الأرقام والأبعاد عاش مخلوقان فريدان. الأول كان اسمه قياس، وهو مخلوق بسيط ومباشر، كل ما يهمه هو كم طول الطريق، كم تبلغ درجة الحرارة، كم من الوقت سيمضي. كان عالمه مليئا بالأرقام الواضحة. أما الثاني فكان اسمه سهم، وهو مخلوق دقيق وحاسم. لم يكن يكتفي بسؤال كم، بل كان دائما يضيف وإلى أين؟ كم القوة وإلى أي اتجاه؟ كم السرعة وفي أي مسار؟ كان عالمه عبارة عن خرائط وأسهم تشير إلى كل مكان. في أحد الأيام التقى قياس وسهم عند مفترق طرق. قال قياس بحماس: هذا الطريق طوله 10 أمتار، يا لها من معلومة رائعة. نظر إليه سهم وقال بهدوء: معلومتك جيدة يا قياس، لكنها ليست كاملة. 10 أمتار إلى أين؟ إلى اليمين نحو غابة الأعداد، أم إلى اليسار نحو بحيرة الرموز؟ احتار قياس للحظة، فلم يفكر في هذا من قبل. قال: لا أعرف، أنا أهتم فقط بالمسافة. 10 أمتار هي 10 أمتار. ابتسم سهم وقال: هنا يكمن الفرق بيننا. أنت تمثل الكميات القياسية التي تحتاج فقط إلى مقدار، مثل درجة الحرارة لا نقول 30 درجة مئوية شمالا، أو مثل الزمن لا نقول 5 دقائق للأسفل. أما أنا فأمثل الكميات المتجهة. أكمل سهم حديثه وهو يشير إلى صدره بفخر: أنا أحتاج إلى مقدار واتجاه معا، مثل القوة. عندما تدفع صندوقا فإنك تدفعه بقوة معينة وفي اتجاه معين. ومثل السرعة، أضاف سهم، سيارة تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، هذه معلومة قياسية. لكن سيارة تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة باتجاه الشرق، هذه معلومة متجهة ودقيقة. أضاء وجه قياس بالفهم. قال: الآن فهمت، أنت تضيف معنى وهدفا للأرقام. معلوماتي مهمة، ومعلوماتك تجعلها أكثر فائدة ودقة، كلانا يكمل الآخر. ومنذ ذلك اليوم أصبح قياس وسهم أفضل الصديقين، عملا معا لوصف العالم من حولهما. فأدركا أن بعض الأشياء تحتاج فقط إلى مقدار، بينما تحتاج أشياء أخرى إلى مقدار واتجاه لتكتمل صورتها.